السلام عليكم متابعينا الكرام. تختتم اليوم مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي 7 مساء يستضيف استاد مرسيدس بنز مواجهة ثقيلة بين فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. باريس سان جيرمان تأهل إلى ربع النهائي بعدما نجح في الفوز على انتر ميامي الأمريكي ب4 أهداف نظيفة. أما بايرن ميونخ فقد تأهل ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة فلامينغو البرازيلي ب4 أهداف مقابل هدفين. بايرن ميونخ يمتلك أفضلية على باريس سان جيرمان في المواجهات المباشرة بآخر 4 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز. ويرجع آخر فوز لباريس سان جيرمان على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا إلى عام 2021. وفي 11 مساء يستضيف استاد ميت لايف نيوجيرسي مواجهة فريقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند. ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة السيدة العجوز يوفنتوس بهدف نظيف. أما بروسيا دورتموند فقد تأهل ربع النهائي بعدما تجاوز عقبة مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف. ريال مدريد نجح في الفوز على بروسيا دورتموند في آخر 4 مواجهات بينهم بدوري أبطال أوروبا. ويعود آخر فوز لبروسيا دورتموند على ريال مدريد إلى عام 2014 بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.